ضاعت في الفلوس، جبت تقريبا واحد 10 البياسات الاخوان. تيسولني واش بصح فيها الفلوس او لا. درت واحد الخطا كبير الاخوان. شنو درت؟ انني مشيت شريت دجاج كبير. ان اللي بغى يبدا الاخوان يا بيض يا جيب دجاجات بلديات اخويا، حط لهم بيض ولبك شي واحد ياخذ يبيع لك شي دجاج كبير. الناس تيبقاو يخلقوا عليكم، تيبقى يقول لكم الدجاج فيه شباب حتى يضحكوا عليكم. السلام عليكم الاخوان، صافا عليكم، واكم مزيان؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا بخير على خير وصحتكم مزيان. جي لكم اخوتي ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. واحد الموضوع اللي غنطرق اللي كيسولوني بزاف الناس، لا في كومونتيرات لا في ابل، تيسولوني الاخوان واش تربيه الدجاج بصح كما تيقولوا فيه الفلوس او لا غير تخربيقه وضيع للفلوس. انا اخوان غنعطيكم تجربتي الخاصه المتواضعه اللي جربت مع تربيه الدجاج، وانتم انت هذيك الساعه كل واحد يلخص وكل واحد الله يسهل عليه. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو الاول مره تشوف هذا القناه، ما يبقاش لنا واحد لايك في نص امان واحد ابوني، ونبداو على بركه الله. يا بسم الله. كما كنقولوا الاخوان بزاف الناس سولونا على تربيه الدجاج وتيسولوني واش بصح فيها الفلوس او لا. انا نهضر لكم على تربيه السلالات النقيه، ما شي حاجه اخرى. ما جربتش الاخوان. ندوي لكم على تجربتي في السلالات النقيه اللي مثل منها والاسترالي. غير هو قبل ما نبداو لهذا الشيء اللي الاخوان باغي يبدا، نصيحه مني يكون يتعلم شي حاجه قليله او لا بلدي، شي حاجه يعني باش ما تضيعش رزقك. تعلم شي حاجه قليله باش تاخذ خبره، حيت الدجاج الاخوان السلالات صعيب شويه في التربيه ديالو، خصو واحد الرعايه خاصه، نيطواياج، مراقبه، تعرف تشخص المرض، بزاف د الحوايج. ولكن هادشي ما غيعلموك حتى واحد، هادشي غتعلمو راسك مع الوقت، غادي تتعلم هادشي وغادي تفهم هادشي والله يسخر لاي واحد. غنعاود لكم الاخوان تجربتي مع الدجاج الاسترالوب، تجربتي الخاصه الاخوان، وبحال ستوري تايم الاخوان نقول لكم. بالنسبه للاخوان استرالوب، كانت جاتني الفكره شحال هادي. واحد الصديق كنت انا بحالكم الاخوان تندخل تنقلب، زعما شي لعيبه اللي غادي انا خدام، شي لعيبه اللي بغيت تاخذ منه على الاقل واحد دخلت انا والاخوان. قلبت واحد الصديق الاخوان ديالي هو اللي كنصحني، قال لي ما عليك بالسلالات النقيه. في الاول كان جاتني خوتي هادشي تخربق، تنقول هادشي تيخربق وما كاين حتى شي لعبه الاخوان. هادشي هي ديك شنو درت، مشيت الاخوان شريت شنو قلت انا؟ قلت غادي نجيب الدجاج، غادي نجيب فلاس صغار، غادي نضرب معاهم تماره، خصني الفلوس، خصك الوقت. درت واحد الخطا كبير الاخوان. شنو درت؟ انني مشيت شريت دجاج كبير. معنى دجاج كبير يعني دجاج بيض الاخوان، يعني واجد غتجيبوه راه كيبيض. هذا هو الخطا اللي درته الاخوان، وكنتمنى ان حتى واحد ما يدير في هذا الغلط اللي درت، لانني اخوتي تكوصرت. اول حاجه ما جيتش شي سلالات الاسترالوب اللي هي سلاله نقيه، عطاوني غير الخلاط الاخوان. راك عارف دجاجك حلا، انا كاع ما كنت عارف الاخوان. صافي راه قال لي استرالوب، هزيتها وخديتها وشريتها بثمن مرتفع الاخوان، يعني كنت خديتهم بواحد 320 درهم من البياسه وجدتهم. وتنقولت انا عندي استرالوب، كنهضر لكم هادشي تقريبا واحد 4 سنين الاخوان ولا اكثر. انا ربيت الاسترالوب، انا عندي الاسترالوب كذلك الاخوان. ويا ديك جبت البيض، من بعد تنشوف فيديوهات ديال الاخوان، داكشي تنشوف داكشي اللي في الفيديو واش ماشي هو داكشي اللي عندي الاخوان. تما قلت باللي راه عرفت باللي انني تصيدت الاخوان ودرت واحد الخطا كبير. اول حاجه ضاعت في الفلوس، جبت تقريبا واحد 10 البياسات الاخوان، كل وحده ب 320 درهم. ومن كذلك ملي جبتهم ما عجبنيش داكشي، يعني بنادم تيشوف تيقول هذا ماشي سلاله نقيه، وماشي شنقول لكم الاخوان ما فيه حتى شي علاقه بالاسترالوب. وكان غير يعني لا مظهر لا الانتاجيه حتى شي حاجه الاخوان. وتقولت بزاف، ومن بعد اخوتي تعلمت الحمد لله، تعلمت وخديت تجربه ان اللي بغى يبدا الاخوان يا بيض يا جيب دجاجات بلديات اخويا، حط لهم بيض، يا ديال فقاصه صغيره وخرج البيض راسك. يعني ما تشري دجاج كبير ما عند شي واحد. اول حاجه ملي كتاخذ البيض تاخذه بواحد الثمن اللي رخيص، ما بين 10 15 درهم، واخا تاخذ حتى الفلوس، يعني فلوس تاخذه في عمر داك 21 يوم 15 يوم حتى للشهر، المهم ما تيفوتش واحد 50 درهم الاخوان. من بعد صافي بقيت غادي بحال هكاك. جبت الاخوان واحد الفقاصه صغيره، توكلت على الله الاخوان، درت فيها واحد البركه الحمد لله. كنت خرجت منها شي حاجه. المهم انا ما كنتش قويت بزاف الاخوان، ما كنتش عليكم، كنت جبت واحد 25 بيضه، خرجت لي فيها تقريبا شي 15 او 16. هي ديك الاخوان خرجت لي تقريبا واحد 7 ديال الدجاج او 8 ديال الدجاجات.
وخليت معاهم فروج واحد الاخوان، درت لهم بعشيشه صغيره قاديتها في الاول كدرت الخشب بالي داكشي اخوان ما مسلكش، شتيش بنيت لهم الاخوان قاديت لهم داكشي. الامور الحمد لله مزيانه. هي ديك الاخوان بديت انايا صافي صبرت عليهم حتى المرحله ديال الانتاج، بدات جات شي بيض الاخوان، لقيت داكشي الحمد لله اللي كنت باغي، يعني خديته وخدمت به. بدا الناس بدا الطلبه الاخوان تيجيو الناس ياخذوا من عندي البيض، كذلك الاخوان بعت الفلوس. ولكن اهم حاجه اللي تعلمت انني خديت تجربه، يعني خديت عرفت الامراض، دابا نشخص المرض الاخوان، نقولوش 100% المهم الحمد لله، يعني وليت اغلب الامراض وليت نعرف نشخصهم. مثلا شي دجاجه مريضه، شي دجاجه مقروصات، يعني على الاقل كتعرف واحد 50 حتى 60% الاخوان داك المرض ديالها. والحمد لله بدينا كنطوروا بشويه 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 حتى خدينا الاخوان كما كتشوفوا دابا الحمد لله. درنا الاخوان هاد السجنه اللي كبيره، لا يسولني الاخوان على الثمن ديالها، تقامت عليه تقريبا بشي 6000 درهم الاخوان، ما بين البني وما بين الكرياجات وكل شيء. اللي بغى يعرف الطريقه كيفاش صايبتها يدخل الاخوان يدوز الفيديو راني حاطه في الشين ويشوف الاخوان. هي كما قلت لكم الاخوان، هي هذيك صافي الامور ولات غاده مزيان الاخوان، خدمت به والحمد لله. عرفنا ناس زوينين وناس حبونا في الدومين، يعني ولينا تنعرف يعني كتلاقى معاهم، تهضر معاهم، تيفهموك، يعني كتاخذ منهم حاجه وكيعطوك حاجه. والحمد لله خديت تجربه الاخوان، يعني هادشي كامل اللي بغيت نلخص لكم. انا اللي بغى يبدا الدجاج يبدا بشي حاجه قليله ويتعلم فيها، غير هي داكشي بشي منظم وداكشي بالقياس، وتكون متحكم في المشروع ديالك، ماشي تجيب وتقوي وفي الاخر تصدق مقولب، اولا تمشي يقول بك شي واحد ياخذ يبيع لك شي دجاج كبير. ما يمكنش شي واحد غيبيع لك دجاج كبير وخدامه ويخرج يبيع لك انت بثمن اللي ما هواش، يعني راه هذه ما كايناش الاخوان، وهذه تعلمتها. اللي بغى يبدا الاخوان يبدا بشي حاجه قليله يغلب عليها، لا من ناحيه العلف لا من ناحيه الكثره، وغيقاد لهم واحد المسكن زوين، وان شاء الله غادي يكون غير الخير الاخوان. ومشروع الدجاج كون اكيد الاخوان، وكنعاود نقول لكم مشروع الدجاج مشروع مربح، يعني ما يجيش شي واحد يبدا يقرا عليا يقول لي لا فيها التخابيق. مربح في شرط، مربح ولكن في شرط الا كنتي غتقد به، يعني المسؤوليه، لا مسؤوليه الماكله، لا مسؤوليه المراقبه، مسؤوليه ديال النيطواياج، مسؤوليه ديال العلف في الوقت، تغسل لهم الشرابات ديالهم، تهز عزكم الله، تهز المخلفات ديالهم، من البراز ديالهم تهزو تحيدوا ليهم. هادشي الا بغيتي تستمر في تربيه الدجاج ويعطيك شي حاجه. يعني الاخوان راه داكشي ساهل، قاد داكشي اهم حاجه اللي كنعاود انسيستي عليها هي نيطواياج الشرابات، الوكاله تيغسلوا كل نهار. حاول تجيب عاد شي مصدر اللي يكون موثوق، يعني شي واحد تيبيع شي سوالي اللي زوينه وتعرف شنو اللي عنده، باش ماشي تجيب في الاخر البيض وتصبر عليه واحد 6 شهور في الاخر ما تلقاش داكشي اللي شفتي او اللي كنتي كتحلم انك يخرج لك. في الاخر تيطلع لك الدم وتتقول هادشي تخربيق ودومي فيه نصابه الاخوان، صافي وكتكره راسك. كما قلت لكم الاخوان، بداو غير بشويه بشويه. اللي بغى يجيب بيض يبدا ب 20 25 15 انت والجهد ديالك، وخدم دقه دقه. المشروع الناجح الاخوان راه ما تيجيش من البدايه كتبدا بديه ثقيله، بشويه بشويه الاخوان. من 2 دجاجات ان شاء الله يولي عندي 10 دجاجات، ومع 10 دجاجات يولي عندي 20 دجاجه، ومع 20 دجاجه يولي عندي 100 دجاجه. انت ما يهمكش الوقت، كيهمك انك تاخذ وما غتكوصاش في فلوسك، يعني كتاخذ واحد الخبره وكتعلم واحد الدومين اللي زوين، وان شاء الله كون اكيد انك ما غاديش تندم. غير داكشي يكون مرتب الاخوان، يكون داكشي كل حاجه في المكان ديالها، ونكون اكيد الاخوان انك غادي تربح من هذه تربيه الدجاج. وكذلك ولاعه بالنسبه للناس اللي باغيين غير يتولعوا راه زوين الاخوان. بالنسبه للناس اللي باغي ياكلوا البيض يعني البيض ديال الدار، كنصحك اخويا به، راه زوين. السلالات النقيه كلهم، ما كنقولش لكم الاسترالو، تقريبا كاع السلالات النقيه راه زوينه الاخوان، منهم بلايموتروك، سوسيكس، اوسترالو، ليجهور، يعني بزاف د السلالات اللي ممكن انك تبدا بهم واللي هما زوينين، يعني ما غاديش تطيح فيهم. وان شاء الله يكون الخير. بالنسبه للنيكب هذيك الساعه تعزل الفراج اللي غادي تذبحوا، اللي غتبيعوا شي واحد، راه كاين الناس تيبغيو الاخوان
الفرج للتخصيب. كاين شي واحد اللي يقول لي لما انا تبيع هذا البيض ديال 15 درهم اولا 10 درهم، كاين اخويا الناس اللي كيبغوا البيض. كاين كذلك هو مثال انت كتقلب على بيض، كاين واحد اخر كشره منك عاوتاني تيقلب على البيض وتيبغي يكسب سي سوله، خص غير تكون شي سوله اللي نقيه وشي سوله اللي زوينه، يعني واخا كتخدم عليها كتخدم وانت وجهك حمار، يعني واخا كضرب ديك التمامه في الاخر كتلقى ديك التمامه ضربتي ما مشاتش في الخاوي، وعندك شي حاجه ان شاء الله باش تخدم. وهذا ما كان الاخوان. يعني المشروع راه غتبدا بشي حاجه قليله، يعني ممكن هي واحد 300 درهم حتى 500 درهم ما بين السجله والماكله وداك الشيء، غادي تقاد لك مشروع زوين بشويه بشويه، والامور غتمشي معاك مزيان الاخوان. وكون اكيد وكنعطي لك من عندي ان دجاج سلالات نقيه فيه ربح الاخوان، ربح فيه واحد الربح اللي محترم الاخوان، ماشي نقولوا واحد الربح اللي كبير، فيه واحد الربح محترم. والناس اللي كيربيو الدجاج راه عارفين هذا الشيء. ماشي الاخوان راه هو تيبقى يضحك على راسو، تيبقى يكذب على عباد الله الاخوان، ما تيبغيكش تبقى تنافسوا في السوق. يعني غادي انت عندك الدجاج وهو عنده تيبيع وانت غادي تجي تنافسوا، ضروري غيبغي يطيح داك الشيء، ما يبغيش حيت هو عنده كليان مع من تيخدم. يعني الوقت اللي بغا كيعيط لي فلان خاصني كذا وكذا صافي تيوجدهم لي، يعني ما يبغيكش انت توصل او لا تربح من هذا الشيء الاخوان. وكل واحد تيبقى له الحريه ديال الراي ديالو الاخوان، يعني كل واحد تيكون حر ديال راسو، يدير اللي بغا ويبيع باش ما بغا، الله يسخر لكل واحد الاخوان. المهم ملخص من هذا الشيء كامل، حوايج خصك تكون قاد بهم. الا كنتي اخويا قاد انك الدجاج تهز ليه البراز ديالو وتجيب ليه علفو بالثمن تشخصه من جيبك وتطوي وتصبر عليها الاخوان، كون اكيد انك غادي تربح ان شاء الله. وكندور الفيديو ديال اليوم، كنشكر اي واحد عجبو الفيديو وتفاعل معنا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. الله اكبر، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد ان شاء الله.